كلميني كل يوم انا سهران، كلميني بالليل. انا حاسس حد يخرج الاغنيه دي من دماغي، هي حلوه فشخ يعني، ليجيسي طبعا، بس ايه بقى، كفايه الحاجه بتقعد تاكل في دماغي كتير قوي، بتقعد ايه تتكرر وبتاع. ثانيا انا عاوز اكلمك في موضوع، انتوا ما بتعملوش لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا بتعملوا الكلام ده ليه؟ وانا بنسى حاجه كده اقولها لك كل مره، ان في لينكات تحت في الديسكربشن، يعني ده اكونت التيك توك وده اكونت الفيس وده اكونت الانستا، اعمل منشن، يعني اعمل منشن، ابعت لي دي ام، ابعت في الماسنجر اي حاجه يعني، خلينا نعمل محتوى. ورينا يا عم انت دمك خفيف، يا عم ورينا دمك الخفيف. ماشي معاكم سعيد نوار لتجاره البيض، ودي زريبه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت حضرتك، هو في مندوب السفيري والست مين مندوب السفيري ده؟ هو ايه السفيري ده؟ نعم. فين بيت ماجدة مجدي؟ ماجدة مجدي. مجدي مجدي ده ابوها بيقفي. اتفضل اتفضل يا استاذ. ام ماجي. اه. بس دي غضبان. ام مجدي ايه؟ غضبانة. غضبان؟ ايه غضبانة دي؟ غضبانة يعني جوزها كريشة، اديلها 3 ايام امها نكرة يا اخوي. امها ايه؟ انا سمعت غلط صح؟ امها ايه؟ والله العظيم وربنا امها نكرة سوسة. نكرة. البت دي مش زي امها خالص، وبختها جلي، امها ما بتجحش الا وقف. انت جايب لها انا جايب لها اوردر. انا ايه يعني اللي دخلني في حياه الارياف دي؟ تلصصي على الاوردر. اتفضلي يا استاذ، يا ترى الاوردر فيه ايه؟ ايه اوردر دي؟ يعني طلب من على النت. يا ده الفضيحة السودة، غضبانة. ده غضبانة تطلب. غضبانه يا عم، غضبانه. انا هغضب من هذا الموضوع التالي عشان ايه؟ كفايه غضبانه، واحنا كده ايه قعدنا بقى فيه كفايه رصيف. سريعا كده هعرفك بنفسي. انا منفصله وعندي ولد عنده 4 سنين وعندي 37 سنه وساكنه في مصر. هو انا حاسس ان دي مكالمه اتش ار وبيقول لك ايه مزايا الوظيفه اللي انت داخل عليها، وحتى صوتها صوت اتش ار، صح ولا انا؟ اتفضل. الجديده ليا 5 شروط، مش طلبات، شروط. ال5 شروط دول مناسبين معاك بنكمل، مش مناسبين معاك هو انا همضي ميسي ولا في ايه؟ اتفضل يا استاذه. مش بنكمل. مش برجع في اي حاجه منهم، ما بغيرش اي حاجه منهم، ما بستثنيش اي حاجه منهم. وعندي وقت العبه في الماتشات، لو ما لعبتش مش هكمل. نسبه مشاركه ونسبه اعلانات. ايه المفاوض ده؟ مبابي بيتفاوض معايا ولا ايه؟ اتفضل يا استاذه. اللي بيعمل لي ال5 شروط دول ده انسان عاقل وعايز زواج من غير مشاكل، احترمه جدا واكمل معاه. لكن اللي بيشيل اي حاجه من ال5 دول ده انسان مش مظبوط ومش يعني تمام. ما ينفعش 4 من 5، لازم 5 من 5. عايز يعمل مشاكل بعد الجواز. دي اول شرط من ال5. انت تيجي بطولك من غير بابا ولا ماما ولا عمي ولا خالي ولا اخويا ولا اختي. ده ايه ده؟ في ايه؟ ما هل بعد كده هنلاقي منتج حلو، ولا هو في الاخر هو كلامه خلاص؟ اهلك ممنوعين تماما انهم يشوفوني او يعرفوني بعد بقى 20 ده بنود عقد، ده بنود عقد والله. سنة جواز، وهم كمان أهلك كبروا وكحكحوا وبقوا عواجيز. ساعتها بس ممكن تروح تقول لهم لكن هتدخل أهلك من البداية يبقى أنا مش عايزة أعرفك ومش عايزاك. تيجي بطولك بتتجوز وبتخلف بطولك مصر كلها بتتجوز يعني والله العظيم دي مكالمه اتش ار. هتعرف وأهلي هيعرفوا وهعمل فرح، لكن أهلك لأ. رقم هو احنا اهلنا يفرحوا وانت اهلك لا؟ يفرحوا ليه؟ يفرحوا ليه؟ ده انت متجوز واحده مطلقه وعندها عيل. 2. مصروف البيت 15,000 جنيه. أنا ما بصرفش على الرجالة. انت الراجل عارفه ان زيزو ما فوتش الزمالك في الارقام دي؟ يعني انت عارفه الموضوع ده؟ هو اللي بيصرف عليا. فاي حد بيتناقش معايا في مبلغ زي ده واحد بخيل لا يصلح ان هو يكون زوج اساسا او اب. رقم 3. الست اللي انت بتتجوزها دي بتحترمها. انا الحمد لله انا زي القمر وما فيهاش عيوب. عايز انا هروح اشوف شركه تانية، انا مش مستريح في الشغل عندكم، انا بقدم استقالتي وادي الرزانه ايه. سلام عليكم. سجاير فرطه يا باشا. فيها غالي. طب عايز ب 20 جنيه ميريت اصفر. مفيش ميريت 20 اصفر جنيه فرط يا ميريت باشا. أصفر. طب هات اي حاجه فله حمراء بقى وخلاص. عيون يا باشا، هات كده. اتفضل. مفيش علبه؟ كمان عايز علبه؟ اتفضل. لا كاريلا مش تنفع، تفضحني دي. اما لازم احطها في علبه من الرجور. انا مش دول بقى بس اللي بيغزوني، لا 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 لا، في شخصيات فيها برضه اوسخ من كده، العب من كده بكتير. اللي هو يشوف عربيه فيتصور عليها ويجي ينزلها ستوري، واحنا والاخصام ومش عارف ايه، واحنا عملنا كذا وانتوا عملتوا كذا، واحنا كنا رايحين وانتوا كنتوا راجعين عشان احنا كنا ايه. لا هو المفروض بقى واحنا رايحين كنا احنا سابقين فما رجعناش ورا. انا مش هكمل، بس ما بحبش المزارطه دي. مزارطه
التالي كرم مومبي وابو انس الهندوسيو. هتبقى ليله سعادتك يا واحد نفر فيصل. احلى شيف احمد هيعمل لنا احلى كوبايه سبرايت. والله كلفت نفسك يا شيف تعمل لك كوبايه سبرايت. حط فيها ليمون طيب. تسلم. لازم تكنيك برضو وانت بتعمل السبرايت عشان ما ينفعش ما ينفعش كده سبرايت كده. انا بعمل برضو كوبايتين ميه اما بعطشان. ياه ما اقولكش عليهم. التالي محاولة تهريب غراب من المحكمة. محكمة ايه؟ محكمة غربان؟ محكمة الغربان عشان في ناس كتير ما تعرفش محكمة الغربان دي. الراجل وردها له قدام عيني قال لي انت بتستهبل. انا يا عم اللي جاهل. اتفضل. محكمة الغربان دي بيبقى في غراب عامل فيهم حاجة غلط، هدي عش واحد تاني او خيانه زوجيه، فغربان بتوع تحاكموا دي بجد مش هزار. تلاقوا غربان عامله دوائر كده وفي واحد في النص، دي محكمه الغربان بيموتوه. ده مش هزار يعني، هم عندهم عدل وقانون اكتر مما نحن عندنا في الدنيا. شفت غراب بيعلمك ايه وانت تتشائم بينه في الاخر. يلا التالي انا كنت لسه اقول لك بتصور في الحمام ليه. واعمل لي فيها عضمضم. ثواني كده ارجعوا لورا كده معايا. بص انا اتخضيت تاني مره. بس هي الصراحه يعني وفرتك الشرج جوه. انت مش في عضمضم بقى وانت جت ايه فاسيه طيارتك من على الارض. هو ده اللي فاسيه طيارته فعلا. التالي ماتش بيتكلم معايا عشان برجوله. والله مستغرب متاخر ليه انا واصحابي مع الكلاب تحت البيت. قاعد مع كلاب بعد اذنك ممكن. ده بيتصور ده هو صاحبه فعلا. رجع النضاره لورا ونقول الو. اضحك يا عم اضحك. طب ولما يقوم يعضك دلوقتي، لما يقوم يورمها لك. انت مستسلم كده ليه يا انت مش كلب على فكره. انت مش كلب، انت حاجه متنكره في هيئه كلب. ماتش بيتكلم معايا. التالي الدكتور محمود صلاح بيتهمك ويتهم الذكاء الاصطناعي انه خطر على البشر. انتوا بتتكلموا تسالوا يعني انت جايب المتهم تقول له انت قتلت، هيقول لك لا. لا انت قتلت ماشي عشان خاطرك، مشيها المره دي. ايه ردك على الكلام ده؟ تفتكر هيقول ايه يا دكتور؟ انا نفسي اسمع. بيتكلموا علينا والكلام بيرجع لنا تاني. معلش يا معلم بس عادي بقى كله بالحب. على فكره المصريين ممكن يعلموا الاي العب من كده يعني. يلا التالي تعالى عشان النعامه جت خدت القميص. انت رميت جمانه وجبت نعامه. نفس الوزن برضه، جمانه نعامه ماشي. ملبسش شراب في دماغها طبعا. ملحوظه شايف اهو بالماوس اهي. شايف البتاع دي بتموت. اتفضل يا استاذ ليدي بيلا. معلم وانت انا عاوز اعرف اسمك عشان ليدي بيلا دي مش نافعه. ليكي قاعده في بيتك. الكلام على ايه بقى يا قلبي؟ هتاخدي الفاتح ولا الغامق؟ بقول اكيد النعمه مش هتكمل في هذه الفكره، اكيد النعمه مش هتكمل في هذه اللعنه. التالي ايه ده استنى ايه ده؟ خدها روق مش عارف. هاخد ايه؟ مصاريفها عاليه. خدنا الوضع مصاريفها اغلى من مصاريف العربيه. اغلى عربيه. مصاريف اغلى من مصاريف العربيه. طب ليه من الاول؟ هات العربيه خد يا عم. لا وابوها بياعها، احنا خدنا الاوضه بتاعتها يعني احنا مش عاوزينها. قصدي انت ايه لا البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل حتى خلال 14 يوم. مش عايزها. لا خلاص استنى. الدرجات دي محدش عاوزك. طف النور، طف النور ونام. تالي دي استعدادات الباكستانيين للحرب على على الهنود. تكنولوجيا هو انت بتمرن الجهاز. انت كده بتمرن الجهاز. يلا نراكم في الايه في شارع فيصل ان شاء الله. التالي
ايه رايك في مساجدة في الميك اب؟ شارع كراس ده يعني لوهله توهمت ان هو اي. بس انا افتكرت ان انا عملت رياكت على الفيديو ده قبل كده، بس من غير ما يكمل بقى الايه الفاونديشن والمسخره ها التالي ولا التالي ولا اكمل التالي كفايه شكرا مساجده. ايه ده في يعني الحته دي فيها مغناطيس في الملعب ولا انتوا ايه؟ احنا هنلعب كرة امتى؟ هو الامل في الهجمه دي قطعوا الهجمه، مش بكتب لكم حتى ببالوا بمنظر عدل التالي. بالظبط، يعني انا بقى عايزه كل العقليات تبقى نفس عقليتك كده. نفس عقلية علياء؟ هي ناقصه؟ ما هي اقول لك حاجه، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كان بيهدي الكفار وزهق منهم قال لهم ايه؟ لكم دينكم ولي دين. اديها هي جت عليكي، اديها ده نعمل برنامج بقى ديني التلفزيون التالي. النصيحه دي لكل واحد بيضرب 10 على الصبح. الافتراء وحش يا زميلي. هما 27 صح؟ 10 و10 و7 ونص 27 ونص، ولا استنى لا دول 7 ونص في 3 22 ونص 22 ونص التالي. انت هنا في خدمتي انا بس، انا جايبك من بيت اهلك تخدميني. ده الراجل ده ما يتجنن ولا ايه؟ وتعملي لي كل اللي انا عاوزه. ده انت مش باقي على حياتك غصب عنك وعن اهلي، وجزمتي على راسي. يا نهار ازرق، محكمة الاسرة هو بكره صاحبك جال مراته كده؟ اي والله جنبها كده. صاحبي اعمل ايه؟ صاحب ناس قلة الادب التالي. اشمعنى انا؟ اشمعنى فعلا يا استاذ تامر؟ اشمعنى؟ انا ممكن اعرف ايه السبب؟ لا انت عارف ايه اكتر لفظ لايق عليك؟ راجل. فكك يالا من شغل الهمك، انت وقعت مع من البلد، انا مش شايف غير السمك، حاسب بالموجة لا تركبك. انا يا حلمات بيس دي وقفت من النشوة. ياه راجل. الماوس امشي من هنا، امشي. بقول لك ايه، ملح لي الحته دي شويه الورك انا ده. عارف اتظبطت كنت الطياره تسافر انت سكان الجزيره بيطبخوك بعد ما الطياره وقعت. فقر يا باشا فقر. فاخده دي ملحها لي شويه بوكيه جرنيه بقى، جزر وبصل وايه بطاطس عشان ندي طعم، اصل لحمتي مره مش حلوه والله. انا شايف خرا ده حياتي وجاي هنا كمان اتاكل. ده ايه الغم ده؟ كمان الكرش ده. الله، انا جايب لكم ملح اهو عشان اهم حاجه تستمتع. انت خلاص انت هتتاكل كمان شويه. حط شويه هنا على البنج انا عايز ابقى كابتن مصر. حط يا باشا. انت بتدق ايه؟ الله اكبر. انت بتدق ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت ما بقناش على كده، انت هتاكل بس. التالي. يفتكروا يا جماعة ده سايبني لوحده ورايح يجيب مشوار بالعربية وسايبني لوحدي في الشقة. هو ده مش ديكور شقة يعني كده؟ ده انت مين؟ شايفين؟ الله. لوحدي من غير شقة. استنى نرجع النضارة. العرق بقى في الصيف بيوقع النضارة، فيعني بقى استحمل النضارة بتوع بقى. انا كنت بقول حاجة مش مهم والله، انا مكمل. ايش يضحك وانا ما بلحقش انام يعني في اليومين بتوع الاجازه دول. انا ما بلحقش انام. انا كنت قبل كده باخد يوم اجازه استعباد يا كابتن، استعباد. التالي. جماعة مش شرط الزبالة طلع لي بالبطانيه لا يا استاذه. طبعا ابوكي ورا ولو سمعك ايه يا بنت يا سالي كل ده تصير تكون في اكياس، ممكن تكون على هيئة ناس وسخ ومستخبيين في البطانيات. التالي.
انت راجع بظهرك، انت مش راجع، انت راجع بظهرك. هو كاتب تحت انا راجع، مش عارف، مش باين عندكم اكيد يعني. انا عاوز اعرف ايه الهدف، يعني ايه الهدف من التجريه دي؟ انا لو كنت سبت فيديو يتعاد 50 مره هو بيجري ما بيعملش حاجه وما بيقولش حاجه. انا ماشي ها، يلا استودعك السلام. علماء الطاقة بيقولوا عانق شجرة. يا ريتني كنت شجر. مش بيقول لك ما تبقاش شجره وسافر؟ لا، شجره في شجره كده تتحضن. طب تتحضنش وانت بني لما ادم. تعانقوا شجرة ل10 ثواني بتروح الطاقة السلبية. والله يا الشجره هي اللي راحت لها الطاقه السلبيه. ما بعرف، هجرب. التالي دق الهوا دقة. يا ريته ما دق، يا ريته ما دق. فتحت له الشقة. لا خش جوه واقفلوا الشقه. اقفلوا الشقه، اقفلوا الشقه، في حاجات غريبه بتخش الشقه. سألني قال خالي. انا موت واعرف هو بيقول ايه في الاغنيه دي. هل بيقول لك سالني قال خالي، ولا دي حاجه تانية؟ ما هو بيقول لك فتحوا الشقه. انا قلت له لا. حد يجي يزقها، حد يجي يزقها بسرعه، زقها بسرعه، حد يجي يزقها عشان بعد اللي. طب ايه ذنب الشجره؟ يعني ايه ذنب الشجره؟ حضرتك طلعتي وقعدتي مرقعه على الشيش وقلنا ماشي، وفتحنا باب الشقه وبتاع، ليه الشجره؟ هناني انا حبي من تاني. ولا تحب اولاني، انا اسف. اذا وجدت هذا الريل فسوف احميك كالبعوض، واذا تم ارساله اليك فسوف يدخل الكالبعوض في ايه ده؟ ليه يا صاحبي كده؟ مين اللي بعت البتاع ده؟ ده فيديو معرفش ايه ده؟ بصي بقى بنت الحلال، طبعا انت بتقول فين القصر اللي هتعيشني فيه ملكة او الشقة ايه اللي هتجيبها لي؟ اتفضل يا استاذ محمود، اتفضل. شقة تمرح فيها الخيل متر وربع، اتفضل يا استاذ محمود. اهي اديك بعد ما حوشت وجهزت نفسي. على فكرة الموضوع ما يضحكش، والله ما يضحك، ده مأساة، مأساة بقول لك، ما تضحكنيش. يا خوفي، يا خوفي تقلي يا تمني، يا خوفي تغدر يا زمني، ولا كان بيقول ايه؟ هو كان حسن الاسمر في الدنيا في اغنيه اسمها يا خوفي، اغنيه ايه؟ ما تسمعهاش. واو، جوي الشاب المتهور. يا ماما افتحي الباب بسرعة، راح اشخ تحتي، افتحي الباب بسرعة. هيطرطش في العربية اهو، التالي مفيش تالي، اقطع هيطرطش في العربية اهو، التالي اقطع التالي دي واقطع هيطرطش في العربية، يعني فاهم؟ عشان احنا خلصنا، يعني انا خلصت وايه، استودعك السلاحف. ما تنساش قلت لك اللينكات تحت، خش عليها، اعمل لها منشن في اي حاجة، جايز يطلع فيديوهات احسن من كده. ماشي؟ بحبكم، سلاحف.